يا مساء الخير عليكم، يا رب تكونوا بخير. احنا متعودين في القناة هنا ان احنا او انا اول ما بعرف اي معلومة او بتكعبل كده في معلومة او ببقى عارف حاجة ان انا اشاركها معاكم عشان كلنا ان شاء الله نستفيد. طيب جاي اتكلم معاكم في ايه؟ الاعلانات نفخاني، يعني اعلانات ديتول. كل شوية ديتول والجراثيم والأمهات والأطفال، وأنا ما بعياش عشان خاطر بستعمل صابون الديتول، وأنا ما بعرفش ما بيحصليش إيه وصحتي عاملة إزاي عشان بستعمل الصابون الديتول، وجايبين يعني أطفال وجايبين حاجات وبتاع كل دي، وجايبين دكاترة ودول أصلا مش دكاترة، دول نصابين. تمام، ولو دكاترة يبقوا عار على مهنة الطب. بمعنى إيه بقى؟ كنت من كام سنة كده وأنا في الجيش. يعني أنا إيه، آه جالي كده مشكله جلديه يعني. تمام، فرحت للدكتور، فبيقول لي ولازم نستعمل صابونات طبيه. فانا طبعا على اساس ان انا كنت ساعتها بشوف في الاعلانات قلت له ديتول. قال لي ديتول دي اصلا مش صابونه طبيه ولا حاجه، واساسا اي صابون يا جماعه بيقتل الميكروبات والجراثيم. الفكرة ان احنا نستخدم صح. احنا بنغسل كده وخلاص، لا، هو احنا اساسا الطبيعي علشان اي صابونة تعمل مفعول فعلا وتقتل الجراثيم والميكروبات والحاجات دي، ان احنا بنغسل ايدينا كويس جدا ما بين صوابعنا ما بين ضوافرنا. تمام، كل ده هيقتل الميكروبات. يعني بمنتهى البساطة كده اي صابونة من صابون الوش او الدش او اللي احنا بنستخدمها في الحمام هتقوم بالوظيفة دي تمام جدا. هما بيعملوا نظام تجارة، نظام ان هما بيلعبوا على عقولنا وبيضحكوا علينا وبيوهمونا وبيبيعوا لنا برضو الوهم، واحنا بنشتري وخلاص. تلاقي بقى الصابونة طبعا غالية، ما هي بتقتل الجراثيم، اصل دي طبية. مبدئيا الدكتور قال لي مفيش صابونة طبية اصلا فيها ريحة. ديتول فيها ريحة. تاني حاجة، صابون الديتول دي اصلا خطر، والديتول اصلا مادة خطرة، يعني ما ينفعش تبقى على الجلد مباشرة. تمام، يعني اقصى حاجه ان احنا نستعمل ديتول ده ان احنا نستعمله على الاسطح، نمسح بيه، ننظف بيه بس، نحطه في الحمامات بس. لكن ان احنا نحطه على جلدنا مباشره والعيال والكلام ده كله غلط جدا، غلط جدا. وكان برضك من فتره كده شفت فيديو على اليوتيوب، يعني كان دكتور بيتكلم عن الموضوع دون، وكان بيتكلم على الصابون بوجه عام، ان الصابون الديتول والصابون الكبريت والحاجات دي كلها